السلام عليكم. شفت الفيديوهات والتخريب والقتل والدمار اللي في غزة. شفت الشهداء والانفجارات، بيضربوا المساجد، بيضربوا البيوت، بيضربوا المخيمات، بيضربوا المستشفيات. شفت شفت الانفجار اللي نزل على الأرض، ومن قوة الانفجار الناس طارت لفوق. شفته وحزنت وبكيت وحزبنت. من يوم 7 أكتوبر العظيم، ملحمة عملية طوفان الأقصى الجميلة، وإحنا بنحذر وبنقول إن ده هيتسبب في خراب وتدمير الوطن العربي كله، مش غزة بس. بس السؤال هنا بقى، هو إحنا المفروض علينا إن إحنا نحارب لوحدنا كمصريين؟ يعني المصريين المفروض عليهم إنهم يحاربوا لوحدهم؟ المفروض علينا إن إحنا ندمر بلدنا، ولادنا بس هم اللي يحاربوا ونضحي بيهم، والباقيين قاعدين بيتفرجوا علينا في أمان وفي رخاء وفي دلع؟ وبعد الحرب أيا كانت نتائجها بقى، نرجع 50 سنة لورا تاني، مش تاني، تالت ورابع، يرجعوا تاني. هم اللي بيسخنونا دلوقتي على الحرب، وبيقولوا فين مصر وفين الجيش المصري وازاي المصريين ساكتين على اللي بيحصل. هيرجعوا يعايرونا باننا فقراء وشحاتين، وبلدنا مش حلوة، وبلدنا متبهدلة، وبلدنا متمرمطة، وان احنا عايشين في قرف. الدايرة دي احنا مش مكتوب علينا نخرج منها ابدا. طب التانيين عندهم، يعني التانيين عندهم امريكا، عندهم اوروبا، عندهم حلف الناتو بيقف معاهم ويساعدهم بكل قوة، بأي سلاح متطور متقدم بيدوهم. عندهم شركات عالمية عملاقة يهودية بتمدهم بالفلوس، مليارات الدولارات، تريليونات الدولارات. ما بتفرقش، لأن حرب معناها وقت طويل، معناها وقت طويل، معناها خراب، معناها دمار، معناها شهداء، معناها دم. أنا بقى مين واقف معايا بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ عندي الفلوس، مليارات الدولارات والتريليونات الدولارات اللي تغطيني لو الحرب دي قعدت سنة ولا اتنين. عندي جيوش تانية واقفة ورايا وبتحارب معايا، زي أمريكا وزي إنجلترا وزي فرنسا وزي الناتو. جيوش مستعدة تحارب معايا وتقف معايا في الحرب دي؟ لا. نص الوطن العربي على الأقل متدمر أصلا أو منقسم، وفي جزء تاني. يعني الواحد مش عايز يتكلم بصراحة، يعني بس يعني كفاية المناورات اللي بتتعمل والتدريبات العسكرية المشتركة مع الكيان أصلا اللي بتتعمل، وكفاية القواعد العسكرية اللي موجودة في البلاد دي، اللي بتطلع منها الطيارات تضرب غزة أصلا وتضرب سوريا وتضرب لبنان. مش بعيد ده لو دخلت حرب، القواعد العسكرية دي نفسها اللي موجودة في بعض الدول العربية هي اللي هيطلع منها الطيران الإسرائيلي والطيران الأمريكي والأوروبي يطلع يضربني أنا أصلا. احنا بقالنا 10 سنين أو أكتر متبهدلين ومستحملين عشان خاطر بلدنا نبنيها ونصلحها. عملنا خطة إصلاح اقتصادي وبنطور بلدنا، مستحملين
وعندنا استعداد نستحمل أكتر. عندنا قيادة شقيانة وتعبانة بقالها أكتر من 10 11 سنة ولا 12 سنة، بتحمي بلدنا وبتطورها وبتنميها وبتحدثها عشان شعبنا يفوق، شعبنا يعني يبقى عايش في دولة كويسة بعد سنين دمار وخراب. بقالنا كام سنة، كام سنة؟ اوعوا تفتكروا ان احنا بقالنا 80 سنة بس في الهم ده، احنا بقالنا 2000 سنة وشوية. من اول ما الدولة المصرية زمان تعبت وضعفت، دخلوا البطالمة احتلونا، وقبلهم كان الفرس، وبعدها الرومان، وبعدها بقى العرب احتلونا برضو، والفاطميين وغيرهم، لحد ما جه بقى الاحتلال العثماني. ولما فوقنا وعملنا ثورة وحكم البلد دي مصري تاني بعد 2000 سنة وشوية، ابتدى يبني، ابتدى يطور، ابتدى يعمل مصانع ويعمل شركات، وعايز يقوم بلده بقى. ما سابوناش في حالنا وضربونا في 67. رجعنا تاني نبني بلدنا ونبني جيشنا، وحاربنا في 73 وانتصرنا. وقعدنا فترة نلم في جراحنا ونحاول نبني بلدنا تاني. دخلونا في ثورات ودخلونا في إرهاب سنين طويلة. ولما رجعنا نبني بلدنا تاني ونحاول نطور بلدنا تاني ونستحمل تاني وندوق الشقة والتعب والمرار تاني عشان خاطر بلدنا، مش تاني، تالت ورابع وعاشر، قال لك يلا نعمل حرب تاني. يلا حرب. هو انا اللي احارب لوحدي؟ انا على استعداد احارب لنصرة الاسلام ونصرة العرب، بس مش هحارب لوحدي. ولاد عمي فين؟ ولاد عمي فين؟ ولاد خالتي فين؟ جهزوا جيوشكم، جهزوا فلوسكم، لان الحرب دي ممكن تقعد سنة واتنين وتلاتة. احنا مش بنحارب اسرائيل. لو على اسرائيل لوحدها هم عارفين، انا ما بحاربش اسرائيل لوحدها، انا بحارب امريكا وبحارب اوروبا وبحارب الناتو وبحارب شركات عملاقة ضخمة اقتصادية تقدر تدمر اي دولة اقتصادية. بحارب نظام عالمي كامل، تايكونز. ده بحارب كيانات رهيبة ومنظمات ضخمة. جهزوا جيوشكم، جهزوا جروشكم وفلوسكم، وقفوا في ظهري، مش في ظهري، في ايدي. ايدينا كده صف واحد، صف واحد كده مع بعض، صف واحد، ويلا بينا. لكن انا احارب لوحدي واخرب واتدمر لوحدي، وترجعوا تاني تعايرونا يا مصريين يا فقراء يا شحاتين يا متسولين يا بلدكم كلها عشوائيات وبلدكم كلها زبالة، مش هيحصل. متعاطفين مع اللي بيحصل في غزة واخواتنا الفلسطينيين، بس احنا ذنبنا ايه برضه؟ السلام عليكم.